السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله حبايبي، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلاوه دي كلها حبايبي. هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض ان شاء الله هنخش المطبخ وهنعمل مع بعض الهريسه الاسكندراني حبايبي بكل حركاتها بكل تكاتها بكل سهوله ويسر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله. الطريقه اللي انا هعمل بيها تعجبكم والفيديو ينول اعجابكم. لو الفيديو عجبكم يا حبايبي اعملوا له شير وفعلوا زر الجرس وادخلوا اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيا وبيكم. ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي، ما تحرمش منكم ولا من الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتحطوها لي. وحطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي ان شاء الله جايين هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض الهريسه الاسكندراني يا حبايبي على اصولها. ماشي. مكوناتها ايه يا حبايب قلبي؟ معايا هنا نص كيلو دقيق سميد من عند العطار، ماشي، بدون اي اضافات، بنجيبه من عند العطار بدون اي اضافات. طلع قد ايه النص كيلو حبايبي؟ بيطلع 3 كوبايات ونص زي الدقيق العادي. ماشي. حطيت عليهم ايه يا حبايبي؟ نص كوبايه دقيق ابيض ومعلقه، ماشي، نص كوبايه ومعلقه دقيق ابيض. حطيت عليهم نص كوبايه بالكوب المعياري ده حبايبي اللي احنا معايرين بيه اللبن. نص كوبايه جوز الهند. وحطيت ذره ملح، ماشي حبايب قلبي، وذره فانيليا صغيره. تمام. هنا جبت ايه حبايب قلبي؟ هنا جبت كوبايه لبن، معايا كوبايه لبن، ماشي، بنفس الكوب المعياري ده معايره بيها كوبايه سكر. معايره بنفس الكوب المعياري نص كوبايه سمنه. طبعا انا حاطه بقى خليط ما بين زبده وسمنه بلدي، علشان السمنه البلدي بتديها طعم وريحه جميله جدا. ماشي حبايب قلبي. هنا معايا بقى للحشوه ايه يا حبايبي؟ معايا ربع كوبايه جوز الهند مع زبيب. عندك بقى مكسرات، ماشي، انا لقيت عندي حبه كده رحت حطهم، ماشي، يعني عندك ماشي، ما عندكيش مش مشكله. مع معلقه عسل، المفروض ان هو يكون عسل كلوكوز، ما عنديش عسل كلوكوز، حطيت عسل نحل عادي حبايبي زي ما انتم شايفين كده. دي اللي هتبقى الحشو حبايبي. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. دي كل المكونات بتاعه الهريسه. هنسمي الله باذن الله، وهنحط السكر يتكرمل على النار، وهنبدا مع بعض واحده واحده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. طبعا الحشوه دي حبايبي هيتقلب كله مع بعضه مع العسل كده، علشان خاطر ان شاء الله هنحشي بيها. ماشي حبايبي. هنحطها في النص. خليكم معايا يا حبايبي، كل ما ابدا خطوه هنبقى مع بعض واحده واحده. خليكم معايا، ما تنسوش تحطوا لي لايك وتصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتذكروا الله يا حبايبي. وشكرا شكرا شكرا على كل الناس اللي بتكتب لي كومنت حلو. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني ويفرحكم زي ما بتفرحوني، ويجعلنا سند لبعض وظهر بعض دايما. ومتشكره جدا للناس اللي معايا من الاول والناس اللي دخلت القناه جديد. ربنا يبارك فيكم اخواتي وحبايبي، ما تحرمش منكم. بنساند بعض حبايبي عشان كلنا نبقى زي بعضينا. ربنا يصلح حالي وحالكم. انا حابه اشكركم، بس ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان القناه تكبر بيا وبيكم. ربنا يصلح حالي وحالكم ويدي كل واحد منا ما يتمنى ان شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي عشان ما اطولش الفيديو عليكم. خليكم معايا. بص حبايبي، ولعت طبعا على السكر زي ما انتم شايفين كده، ماشي. ما تقوليش ده كده، لا، انا مطيه عليه طبعا يا حبايب قلبي زي الشمعه، ماشي كده. هو زي ما انتم شايفين كده، وطبعا ولا قلبته ولا اي حاجه من ديت، ماشي. هنسيبه على النار لحد ما احس ان هو فك كله واتكرمل معايا يا حبايبي. طبعا هو كده كده السكر اللي انا حاطاه سكر خشن من المحمر، ماشي. هنفضل معاه لحد ما كل التكتلات اللي فيه دي حبايبي تفك مع نفسها، ماشي. هو اول ما بيبدا يتكرمل بيعمل كده معايا حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. طبعا بتكوني محضره نص كوبايه الزبده جنب منك، عشان لما ان شاء الله كل الكوبايه اللي احنا حاطينها دي تسيح خالص وتتكرمل اللون اللي احنا عايزينه ان شاء الله. هنبدا نعمل الخطوه الثانيه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. تفضلي معايا كده حبايبي لحد ما يسيح كله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا. بص حبايبي، هو اتكرمل معايا وده اللون اللي انا محتاجاه. رفعته بقى من على النار يا حبايبي، وهنحط نص معلقه السمنه كده، نص كوبايه السمنه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا يا حبايبي. بس حبايبي حطيت نص كوبايه السمنه زي ما انتم شايفين كده وقلبتها، ماشي. هنجيب بقى وانا رافعاه برده من على النار حبايبي، هنجيب كوبايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفضيها كده. شايفين يا حبايب قلبي بقت كتله. نرجعه بقى على النار ونفضل معاه على نار هاديه برده لحد ما يفك حبايب قلبي
زي ما انتم شايفين كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. اوعوا تقولوا مش هيفك حبايبي، لا انت بتفضلي معاه واحده واحده وان شاء الله هيفك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. بصوا هو بادئ يغلي، بس انا ليه بعدته عن النار؟ بصوا حبايبي بادئ اهو يفك معايا. بعدته عن النار لان المرحله ديت لو ما خدتيش بالك منها ممكن لا قدر الله تتلسعي. فانا زي ما انتم شايفين كده حبايبي هنفضل معاها واحده واحده لحد ما يفك. خليكم معايا. بصوا حبايبي بقى زي ما انتم شايفين كده، حتى الحته اللي في المعلقه حاجه ما تسكرش هتسيح مع برضو ايه السخونيه. بس طبعا مش هنفضيه على السميد يا حبايبي والمكونات كلها غير لما يهدى خالص، عشان ما يسلقليش دي السميد ويسلق لي الحاجه اللي موجوده. لا احنا هنستنى عليه يبرد بس. ده سر لون الهريسه حبايب قلبي اللي بتيجي من عند الراجل. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين كده حبايبي. بس يهدى بس شويه ان شاء الله، ولما ابدا في مرحله تانية هتبقوا معايا. خليكم معايا. بصوا حبايبي حتى الحتت المكلكعه بتسيح مع ايه، مع السخونيه. خليها كده زي ما هي وهنرجع لها تاني لما تبرد. طبعا يا حبايب قلبي انا كنت حاطه معلقه العسل قلبتها فيه زي ما انتم شايفين كده. دي الحشوه بقى بتاعتنا اللي هتبقى في الايه في النص. ماشي كده انا محضره كل حاجه على العمايل على طول. ربنا يحسن. وده انت طبعا الصينيه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا يا حبايبي. وقلبت طبعا كل المكونات الجافه مع بعضيها ان شاء الله حبايبي. يهدى بس الخليط بتاعنا دوت ان شاء الله. هنبدا نشتغل يا حبايب قلبي بس يهدى شويه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا. بصوا حبايبي كده داب خالص كله مع بعضه. هنسمي الله بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضي كل المقدار على السميد يا حبايبي. بسم الله بقى كده يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. مش بنقلب بقى نعجن، لا احنا مجرد ان احنا بنخلي الحاجه تختلط كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يا رب تعملوا الطريقه دي تعجبكم ان شاء الله حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يصلح حالي وحالكم. اقلبها ونرجع مع بعض تاني. خليكم معايا. بص حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هنقسم بقى العجينه حبايبي بالنص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنوزع. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. هنوزع كده حبايبي لحد ما اخليها تتساوى كلها. خليكم معايا عشان ما اطولش عليكم الفيديو حبايبي. اسويها بس ونرجع مع بعض تاني. بص حبايبي طبعا انا وزعت ايه الاول دي البسبوسه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها ماشي، اللي هي المكسرات. مش هنطلع للحروف ليه؟ عشان ما تتحرقش مننا. حتى لو جت حاجه على الحرف هندخلها احنا بايدينا ونسويها كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب حبايبي. طريقتي تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. احسن كتير وانضف كتير من اللي بتيجي من بره حبايبي. كده هناخد بقى بحته كده ونوزع حبايب قلبي كده كده. خليكم معايا حبايبي بس اوزعها ان شاء الله وارجع معاكم تاني. بص حبايبي كده خلاص اهي زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. خلصت كده ان شاء الله. هولع الفرن واول ما تسخن هدخلها فيها حبايبي. ولما تطلع هنزقها بالشربات. طبعا الشربات معروف ان شربات الهريسه بيبقى خفيف تقيل شويه علشان خاطر ايه يدينا السمك اللي احنا عاوزينه. ماشي حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ان شاء الله تطلع من الفرن حبايبي. ولما اجي ازقيها باذن الله هوريها لكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. خليكم معايا حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي البسبوسه الهريسه طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. طريه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. وريحتها تحفه 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 والله يا حبايب قلبي. مش قادره اقول لكم يعني ما شاء الله عليها. وطريه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا حطيت لها العسل وزوقتها التزويق ده حريه شخصيه ليكي. بس بسم الله ما شاء الله حبايبي. جربوها ان شاء الله تطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسونيش في دعوه حلوه. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.